برشلونة يواصل منافسته للمنتخبات العربية على من سيشوه سمعة كرة القدم، وذلك بعد خسارته ب4 أهداف مقابل هدفين أمام أتلتيكو بلباو. وواصل يمين يامال تحطيم الأرقام الغير القياسية بعدما أصبح أصغر لاعب في إسبانيا ينطرد من بطولتين في نفس الموسم برباعية. لو كان للبرشلوني ذرة كرامة عليه الانسحاب من تشجيع هذا النادي ولو هذا الموسم لحين طرد تشافي منه. لو كنت تونسي أو جزائري وتشجع برشلونة فنتمنى لك الشفاء العاجل من كل الأمراض التي تمت إصابتك بها. إنكي ويليامز بعدما تم طرده من بطولة أفريقيا مع غانا قرر السفر إلى إسبانيا وتسجيل الهدف الثالث وصناعة الرابع في مرمى برشلونة وطردها من كأس الملك. الأمور تحدث والإقجاع له يد في هذا. الموزمبيق سبب إقصاء اليوم لأنهم حرموا غانا من التأهل وبالتالي عودة ويليامز إلى فريقه، لذا فخسارتنا اليوم مبررة. ومهما قتلتك الحياة تذكر أن سبب إقصاء برشلونة هو منتخب الموزمبيق. كل التركيز الآن على دوري الأبطال لأن النهائي في ويمبلي.